مساء الورد والفل والياسمين. بعد الكلام الكتير اللي اتقال على موضوع البن، وبقى الواحد بقى بيقلق لما يجيب حبات البن ويكون برضه من مصدر موثوق، وبعد كده يطحنه بإيده ويعمل يعني فنجان القهوة بتاعته ادام هو واثق من الحتة دي. طيب، انا جبت بن، جربته وقلت اما اعمله بايدي. بس بصراحة انا عاوز اقول لكم ان فعلا البن ده جامد قوي. اسمه بن اصطباح. البنية بسم الله ما شاء الله، يعني مش عاوز اقول لكم انا جربته، انا جيت بس بعمل التجربة قدامكم كده اهو. تمام. وحاجة يعني جميلة جدا، جميلة فوق ما تتخيلوا. طبعا كل واحد طبعا، ناس بتوع البن عارفين الدنيا، او اللي بيشربوا بن بيتعاملوا ازاي. بسم الله. انا عاوز اقول لكم، اسف الكلام حاجة والفعل حاجة تانية. يعني انتوا لازم تدوقوا البن ده، تقولوا بقى زي ما تقولوا بقى ايه قبل ما يبوظ. بس فعلا والله عن تجربة، عن تجربة. هو حتى بقى الواحد بيعمل منه اصطباح. الناس بيقولوا بقى لهم 10 سنين. يعني شايف ان هم مراعين ربنا يعني في حبة البن. فلا، مختلف مختلف بجد. بس ده عن تجربة، انا قلت لكم يعني البن ده الحقوا جيبوا منه يا جماعة. الحمد لله يعني عن تجربة. يعني بجد بيعمل الكوباية اللي هي المزاج زي ما احنا بنقول. ألف شكر لصاحب بن الصباحة، ربنا يبارك له. وإن شاء الله يفضل على الجودة ديت. أنا كده كده بحب أشرب بن فاتح. فربنا يكرمهم يا رب بالخير، وأسعاره يعني لا، كويسة جدا 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 جدا. شكرا، وأقابلكم بعد ما أشرب فنجان القهوة.